إن شاء الله النهاردة هنعمل ألذ وأسرع حلو بارد طبقات المهلبية أو بودنج الشوكولاتة والفانيليا مع طبقة من البسكوت. الحلو في الوصفة دي إن هو بدون فرن. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. عندي هنا صينية التشيز كيك، ممكن تستخدمي أي صينية موجودة عندك، وعندي بسكوت سادة، بسكوت الشاي، النوع اللي بتحبيه استخدميه. هبدأ أوزعه بالشكل ده في الصينية وراعي الفراغات، يعني عايزة البسكوت كله جنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ أجهز المهلبية الشوكولاتة أو بودنج الشوكولاتة. عندي 3 معالق كبار من الدقيق، هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، نص كوباية من السكر، وعندي 3 أكواب من الحليب أو اللبن. هقلبهم كويس جدا على البارد وهرفعهم على النار لغاية ما يبقى معايا القوام كريمي بالشكل ده. هبدأ أضيف معلقة صغيرة من الزبدة بتديه لمعة حلوة قوي، وهنزل على طول على البسكوت. هوزعه كويس وهسيبه على جنب، وهبدأ أحضر طبقة تانية من مهلبية الفانيليا. نفس الخطوات اللي أنا عملتها ونفس المكونات هي. هضيف السكر والنشا والدقيق واللبن، طبعا كله على البارد، وهرفعهم على النار لغاية ما يبقى معايا القوام كريمي بالشكل دوت. هضيف معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة من الفانيليا السايلة أو فانيليا بودر حسب الموجود عندك. هقلبهم كويس قوي، وهبدأ أضيفهم على الطبقة التانية من مهلبية الشوكولاتة، طبعا كل ده في درجة حرارة الغرفة، وهسيبهم على جنب لغاية لما يبردوا تماما عشان أعرف أزينهم. طبعا التزيين اللي يناسبك اعمليه. أنا هزين هنا بشوكولاتة بيضة مع شوكولاتة غامقة، ممكن تزيني بمبشور شوكولاتة على الوش أو جوز هند أو مكسرات، أو ممكن بسكوت مطحون من نفس النوعية. أي حاجة استخدميها متوفرة عندك. أنا بعمل لها زي خطوط كده من الشوكولاتة الغامقة، وهعمل لها من الشوكولاتة البيضة، وبعود خشبي كده هبدأ إن أنا أزينها. وهستخدم كمان شوكولاتة مبشورة، عملتها بالمبشرة على شكل حلزونات كده، وهزينها كده على أطراف الصينية. طبعا التزيين زي ما أنا قلتلك اللي يناسبك اعمليه. وهبدأ أخدها وهدخلها التلاجة تقعد من 2 ل3 ساعات تتماسك. أو ما بتطلع معايا بيكون بالشكل دوت. هبدأ أشيل بقى كده الإطار بتاعها، وآدي كده شكلها النهائي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهلة وبسيطة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. جربوها هتعجبكم، وطعمها حلو قوي، ما خدتش مننا وقت خالص. قطعت لكم كده قطعة منها، شايفين بقى طبقة البسكوت مع مهلبية الشوكولاتة والفانيليا حلوة قوي. جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.